مش عارفه اذا كان شغال ولا لا بقى، انا زهقت منه والله، زهقت منه. اهو النور قطع تاني، اعمل ايه بقى؟ لا والنور طول النهار كويس، ما يجي بقى. يلا نحكي على كده بقى، بس النور هيقطع يجي هنتكلم مع بعضنا على كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ لا بصي، البلوزة هي اللي قصيرة بقى عشان ما حدش يقول ايه انت مبينة ايديكي وانت بتسمعي ام كلثوم. ام كلثوم مش عيب ولا حرام، انا بحبها، انا بحبها، بس ما بستمناش ان انا لما اموت اخش معاها. انا بحبها اهو شوية يعني، مش من 24 ساعة، لا ده هي بتيجي من 11، بتيجي من 10 ل 11، بيكون بقى في وقت فضا، ما وريش حاجة، خلاص بقى بنقعد ايه، بقعد اسمع عن نفسي انا. المهم خلينا في المهم الاهم، يعني اللي انا بقول عشان ايه ما كترش، عشان ايه مش هعرف اكمل. يعني انتوا الشير والاشتراك واللايك والكلام ده بعدينه عليا انا، صح؟ مستخسرين يعني ايه الشير والاشتراك والكلام ده عليا انا. ماشي. أو نادية، النور عمال يقطع، هاتي التليفون اوام، هاتي التليفون، هاتي التليفون. خلي بقى كويس ان النور جه. بس اللي انا بقوله ان ايه، ان احنا لما نكون بنيجي نشتري حاجه يا جماعه، وحد جنبينا على العربيه اللي بنشتري فيها ولا المحل اللي بنشتري فيه، ليه مثلا ما نساعدش الناس اللي واقفه جنبينا بنص كيلو حاجه، بربع كيلو حاجه من اللي انت بتجيبيه. يعني هي مثلا بتجيب زيك موز مثلا، نقول مثلا بتجيب زيك موز، طب ماشي، ما اجيب لها نص كيلو جنبي. من حاسه ان هي بتجيب موز تعبان وغلبان، عايز تاكل عيالها. والله العظيم ثلاثه مش هينقص من عندك الموز ده، مش هينقص من بيتك ابدا، ده هيزيد ربنا فيه وهيوسع الرزق. واحد مثلا شايف جار في بيته او صاحب البيت نفسه، شايف ان الساكن مش قادر يدفع الايجار، والايجار بيغلى عليه وبيغلى. لا ما نغلوش يا قانون جديد، حرام، ما تغلوش على الناس يعني. طب ماشي غلي، احنا سكان ما نساعدوش ليه؟ ليه ما نساعدش؟ ليه ما نساعدش واحد عايز يمشي ويسيب بيته؟ ليه ما نساعدش واحده بتجيب حاجه ظروفها ضيقه؟ ليه؟ ليه احنا ما نبقاش عندنا قلب ورحمه على اخواتنا كلنا؟ يعني انا مش عارفه اقول ايه. حتى في اللايك والشير والاشتراك بيستخسروا. ده لايك شير لا، مش هنعمله لك انت، والله العظيم ما محتاجاه. اللي عايز يحط، اللي مش عايز يحط براحته. بس انا اتعودت ان انا بطلع اتكلم معاكم لما يكون في حاجه عندي في قلبي بقولها، لان انا طبيعتي كده. لو انا زعلانه ومتضايقه ومتنرفزه ومتغاظه وبعيط ومتضايقه، وحد يقول لي مالك زعلانه ليه؟ استنى كده ما افتكر، واللي عارفيني انا طبيعي. انا نسيت انا كنت زعلانه ليه، نسيت، راح من دماغي ان انا كنت زعلانه ليه، وراح ضحكه في ساعتها وانسى انا كنت زعلانه ليه سواد القلب وليه. على فكره الناس اللي زينا دي مبقاش قليله، اللي بينسوا الحقد والقسيه واخلى وقعوا بقى في ناس جاره او صاحب او صديق او بياع يكون غبي ومش عارف ربنا يبهدلها. اللي زينا بقول، اللي زي مش بقولش يبهدلها. عارف ليه؟ لان هي طيبه. ما بقولش على نفسي، بقول اللي زينا. وهقول لك يعني
احنا عندنا واحدة معاها 3 بنات. جوزها مش هقول يعني على الكلام اللي بيقوله، بس هقول كلام شوية. معاه بنت اسمها هبة، يقول لها هاتي يا هباب، اللي هي التالتة بقى، البنت التالتة، هي هباب هاتي مثلا كوباية مية حاجة، من كتر كرهه في ال3 بنات. قام واحد كان عنده 3 صبيان، واحد عنده 3 بنات، قام التاني بيقول له ايه، يلا يا ابو البنات. الراجل يعني ياخد الكلمة ويسكت، اما يعدي ويروح ايه يا ابو البنات، قال يعني دي عيبة، ما يفهموش ان البنات انضف من الصبيان كمان. اما بيكون البنت ربنا صالح حالها وابوها، دي بتخلي بيت ابوها نور. البيت اللي انت مستهتر بيها دي، البيت دي بتاخد ربنا بيديك للولد جزء والبنت 3 خير في البيت. المهم قام قال له يلا يا ابو البنات. مرت الايام وعدت الايام وعياله كبروا، ال3 صبيان كبروا وال3 بنات كبروا، فال3 صبيان ولاده اتجوزوا وسابوا ابوهم، وال3 بنات اتجوزوا. فمشي في الشارع لقى ابو البنات لابس زي الفل وقاعد وشاب يعني، والتاني هدومه زي الزفت، ابو الصبيان بقى، والتاني هدومه زي الزفت ومتبهدل. قال له ايه ده، ايه اللي مبهدل حالك كده؟ قال له كل واحد اتجوز وخد مراته في حته بعيد، محدش حتى بيجي يقول يسالني يقول انت عامل ايه. قال له طب تعالى شوف البنات، كل بنت عامله لي يوم تمسح لي شقتي، تشطفني، تطبخ لي وتجيب عيالها طول النهار يهيصوا بيتي، والتانية تاني يوم كده معيشني ان انا عريس. ادي اللي انت كنت بتقول لي يا ابو البنات، وانت يا ابو الصبيان اشرب الصبيان بتوعك بقى. انا ما بقولش الصبيان كلها وحش، ما بقولش البنات كلها وحش، بس اللي بيكون معاه بنتين او حاجه لازم يرضى بالواقع، ويرضى ان ربنا مديهم له خير وبركه. اوعى تزعلوا، اوعى تزعل ان انت عندك بنتين خير وبركه. انت فكرك البنات دي وحشه؟ ده البنات دي نعمه من عند ربنا، دي نعمه، دي رزق. مفيش بيت فيه 3 بنات ويكون فقير، ما شفتهاش. ممكن لو صبيان يبقى ظروفهم ضيقه شويه، يقول لك استنى ما يكبرش عشان يشتغل، لكن مفيش بيت فيه 3 بنات والرزق فيه بسيط، اللي تلاقيهم الحمد لله مبسوطين وزي الفل. فمحدش يزعل ان هو مع بنات وجار معاه. ولما كنت في السلفه بقى بيوت العيله، ولا ما بحبش بيت العيله، ما بحبوش. لما اكون بقى سلفتها بقى، دي جايبه 3 بنات وجت عروسه اخت اخوه اتجوز في البيت وجاب الواد، تبقى تخبيه منها وتداري منها وتحط مش عارفه من هنا حاجه ايه الواد عشان ما يتحسدش. ما هي معاها بنات، وانا اللي جبت الواد. ده من ابنك، ده من نفسك. يمكن ام البنات دي ست الستات، وهيخلوها هانم في الكبر، هانم في الكبر. بل الواد بياخد البت وينسى امه وابوه، لكن البت لا، البت بتعمل الاكل كده وتروح تاكل امها وابوها قبل ما تاكل هي وعيالها. محدش يزعل ان هو معاه بنتين، ولو حمل التانية تجيب التالتة، تجيب التالتة والرابعة، تجيب البركة والخير. سيدنا محمد ألف صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، خلفته كلها كانت بنات، مش كان نور وخير وبركة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يجيب له 100 ود؟ يعني احنا حتى بدل ما نقول على حاجة نقول على نفسنا احنا. سيدنا محمد خلفته كلها بنات، بركة خير نور. يا جماعة البيت اللي فيه 3 بنات فيه بركة وخير ونور. اوعى تزعل ان معاك بنات، طبطب عليهم واكلهم الحلو كله، لان ده رزقهم. مفيش بيت فيه 3 بنات وفقير، شفتهاش. لا بس انا مش كنتش يعني، انا طالعه بس مخصوص عشان ايه، اللايك والشير والاشتراك، دي اللي انا زعلانه منها. ناديه تليفونك بيرن يا ناديه. ناديه انا على فكره مش هكتر النهارده كتير، عشان ايه العيال والامتحانات،
بس انا طالعه اقول على الشير واللايك والاشتراك. مفيش. ليه طيب ليه؟ ناديه تليفونك. طب اقول ايه؟ التليفون بتاعنا جبير. فانا بقول ايه؟ البنات نعمه من عند ربنا، اوعى تزعل.